قبل كده. تمام. احنا دلوقتي بنسعى للتصالح مع اسره. ما حد يجيب النظاره من تحت يا نايمه. كان عايز مستشار تفاصيل ثانيه واحده يا ابني. اولا اخ شيكابالا وعبد الواحد السيد واللي راحوا الناس امبارح راحوا بعد 10 ايام، وده عيب. يعني لما تروح تعزي يعني النهارده كلنا جايين نعزي بعد لما حبيبي بعد هنا محمود راح تعزي بعد 10 ايام، وبعدين انت وقت فرحان راجل ميت انك واخد شيكابالا ولا واخد عبد الواحد السيد ولا مؤاخذه سيد بقى كده مش يعني المهم فاحنا عندنا دلوقتي لازم يتم التصالح والتراضي، لان الخبر اللي نزل انه تم التصالح مقابل 15 مليون مش صحيح، كذب كذب كذب. وده زي ما قلت قبل كده ده بيسيء لاسره المتوفي، لان معناها انهم باعوا لموا بنوم 15 مليون كلهم بيتربحوا، كان مش موجود اصلا. كويس. تمام. ادي واحد. اثنين بيسيء الموقف القانوني صاحب التليفون فتوح. ليه بقى الموقف القانوني؟ افرض قاضي هيجيله ايقاف عشان الرأفة او ايقاف تنفيذ طبقا للماده 55 من قانون العقوبات. طب ما القاضي يقول لك اذا كان هو دفع 15 مليون طب انا ممكن يطلع عليا اشاعات كاذبه ان انا خدت بقى حاجه. الصوت يا جماعه. فهنا بيمنع يعني ما هو القاضي برضه يمنع القاضي في ماده في الماده 137 من قانون العقوبات. كل من نشر امورا من شانها التاثير على نيابه بتحقق او قاضي قدامه قضيه يعاقب بالحبس. هي دي التأثير. انت كده بتقول الكلام ده قدام القاضي معناه ان الولد دوت ولد منحرف عنده رعونة قتل الشهيد وخاصة انه كان بيأدي عمله يعني من الشرطة. يا جماعة انت شايف احسن انا بقدم عزائي لأسرتي كلها وبنعتذر لهم. تمام. وبقول يا جماعة كفاية اشاعات تسيء للأسرة وبتسيء تمام. وبعدين لو في بقى لجنه محترمه ما تسيبش عيل متحدث رسمي باسمها ما اعرفش كان عمره ما كان زملكاوي، كان كل دوره كان بيجي يشحت مني تذاكر اشتريها عشان يروح ماتش. تمام. يطلع يقول ان المجني عليه هو اللي غلطان وكان ماشي برعونه. ده كلام يا جماعه شيء مش محترم. لكن اللي شتم قبل كده بعد ما رجعوا من السعوديه ماتش ابو الاهلي والزمالك شتم الراجل تركي الشيخ اللي استضافهم كلهم ورجع شتم. يا جماعه الزمالك في حاله من الفوضى. فاكر في رمضان قبل الفطار بساعه في ميدان رمسيس تمام لما كل العربيات بتخش في بعضها، ده اللي موجود في نادي الزمالك. النهارده ممدوح عباس عامل تويته بيقول ايه؟ انا لا هجيب لعيبه ولا هشتري لعيبه. ليه بقى؟ لان حضره الضابط اللي كان مسانده وعينهم مشي. حضرة الضابط اللي كان بيوصي علينا مشي. حضرة الضابط اللي كلم مجلس الإدارة المحترم ومنهم أحمد داعبس وقال له لو ما مشتوش دلوقتي هحبسكم مشي. وزير الداخلية المحترم مشاه. كان معاه المستشار الإعلامي عبد الناصر زيدان قال إن أي حد بيساند فتوح فهو شايف القضية غلط وانتقده جدا. ردك إيه؟ النهارده عبد الناصر زيدان انتقد اي حد بيدعم فتوح. اي حد بيدعم فتوح. كابتن مصطفى يونس قال ان هو ايمن كابتن ايمن يونس قال معظم لعيبه الكوره بتشرب مخدرات. ايوه كابتن ايمن يونس قال معظم لعيبه الكوره بتشرب مخدرات. ومعظم الناس لا طالب بتحليل لكل قال معظم اللعيبه بتشرب مخدرات. في تحليل حصل اللعيبه كلها ومعظم العيال اللي بتطلع في التلفزيون يحللوا عاملين بوكس ومنهم وبالنسبه لعبد الناصر زيدان انا ما رحتش المحكمه